السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم وكل التحية لكم. تفاصيل جلسة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات. في البداية أرجو منكم الاشتراك في القناة ليصلكم منا كل جديد. قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بمحكمة عابدين اليوم برفض استئناف أصحاب المعاشات على وقف تنفيذ صرف العلاوات الخمس مؤقتا وتأييد حكم أول درجة. وكانت قررت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة مد أجل الحكم في الاستئناف على حكم وقف تنفيذ إلزام مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي بصرف مستحقات نسبة 80% من قيمة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات لجلسة 29 يوليو. كان الاتحاد العام لأصحاب المعاشات أقام استئنافا على الحكم الذي أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري مؤقتا، وطلب بإلغاء الحكم لعدم اختصاص الأمور المستعجلة نظر الاستشكالات الصادرة على أحكام القضاء الإداري. في النهاية كل التحيات لكم والسلام عليكم.